هلو، ويلكم تو ماي كيتشن. النهارده عاوزه اتكلم معاكم عن ان انا ازاي صلحت علاقتي بالاكل وقدرت ان انا اخس اكتر من 30 كيلو لما وقفت دايتس تماما. انا طول حياتي كنت دايما بعمل دايت، بحرم نفسي من الاكل اللي بحبه، فارجع يبقى عندي شراهه عليه، فارجع ان انا ازيد تاني وافضل جوه اللوب دي، احرم نفسي ارجع ازيد، احرم نفسي ارجع ازيد. فالمره دي قررت ان انا مش هعمل كده تاني، وعايزه حاجه اقدر ان انا اعيش عليها طول حياتي. فكان الحل بالنسبه لي ان انا اطبق الانتويتيف ايتنج وان انا اصلح علاقتي بالاكل. اقول لكم النهارده على اهم 3 خطوات عملتها علشان اقدر اصلح علاقتي بالاكل. اول حاجه، بطلت ان انا اصنف الاكل على انه اكل ينفع في الدايت واكل ما ينفعش في الدايت. تاني حاجه، بدات ان انا اسمع لاشارات الجوع والشبع في جسمي. وتالت حاجه، بدات ان انا اتعامل مع مشاعري بطرق تانية غير الاكل. هشرح لكم كل نقطه بالراحه وهفهمكم ازاي تقدروا تطبقوها، وهمشي معاكم الرحله دي خطوه بخطوه. وعايزاكم برضو ان انتوا تكتبوا لي لو انتوا عندكم اسئله حابين ان انا اوضحها لكم اكتر. خلوني الاول افهمكم يعني ايه بطلت اصنف الاكل على انه اكل ينفع في الدايت واكل ما ينفعش في الدايت. بدات ان انا اعمل تصنيف جديد للاكل، وان انا ببصله على انه هو اكل بيغذي جسمي، واكل تاني اسمه الفان فودز ده بيغذي روحي. واتعلمت ان انا ازاي اقدر اجمع ما بين الاتنين علشان اقدر اوصل لتوازن ما كنش محتاجه فيه ان انا احرم نفسي من الاكل اللي بحبه. بس فبدات ان انا في كل الوجبات بتاعتي ان انا اضيف فيها دايما حاجه انا بحبها. فانا بالنسبه لي مثلا في الاول كنت عايزه اخلي ان الشوكولاته دي حاجه عاديه بالنسبه لي، انا باكلها كل يوم. فبدات ان انا دايما مع كل الوجبات بضيف شوكولاته. لما بكون اي طبق ببص له دايما ان انا عايزه اعمله يكون 80% منه يكون بيغذي جسمي، بيديله فيتامينات ومعادن هو محتاجها، و20% منه يكون بيغذي روحي. وهو ده التوازن اللي انا بكلمكم عنه، ان انتوا مش محتاجين تحرموا نفسكم عشان توصلوا للجسم اللي انتوا تكونوا مرتاحين فيه، او توصلوا للوزن اللي انتوا متخيلين ان هو ده الوزن المثالي. لان انتي مش محتاجه ان انتي تكوني عايشه في حرمان وقاعده عماله تعملي هيد كارديو وعماله تجري ورا وزن معين عايزه توصلي له. الهدف من الفيديوهات دي ان انا اقول لكم ان انتوا مش لوحدكم، وان انا فاهمه كويس جدا قد ايه الطريق بيكون صعب. فانا حابه ان انا اكون معاكم خطوه بخطوه. هتكلم معاكم في الفيديوهات الجايه ازاي نقدر نفهم اشارات الجوع والشبع، ازاي اميز الجوع الحقيقي من الجوع العاطفي، ازاي اتعامل مع مشاعري بطرق تانية غير الاكل، ازاي تقوموا من الاكل مرتاحين مش حاسين بتخمه، وفي نفس الوقت تكونوا شبعانين مش حاسين ان انتوا محرومين. بس لو انتوا بقى عندكم اسئله يا ريت تكتبوها لي في الكومنتس على الفيديو ده علشان اقدر ان انا احضرها واجهزها للفيديوهات الجايه. واشوفكم في الفيديو الجاي.